جلجل اعمل لهم باي باي يا جليله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انا عايزه اتكلم معاكم يا جماعه في موضوع مهم جدا، لان من الواضح كده ان الناس فاكره ان انا بقبض بالملايين، فاكرين ان سمر دي قاعده على تل البنك، صح؟ مش معقول حد بيعمل حاجه يطلع يقول غيرها يعني. انا كل كلمه بقولها في حياتي هي دي اللي بتحصل حقيقي، واكتر حد شايف ده وعايشه معايا اللي بيصورني او اللي بيمنتج لي او فريق العمل اللي بيشتغل معايا، هم عارفين كويس قوي مين هي سمر نديم. ان كل فيديو اعلان انا بعمله انا بعمله مجانا لوجه الله تعالى، ما باخدش جنيه من حد، ولا عمري خدت جنيه من مطعم، ولا عمري خدت جنيه من بلوجر، ولا عمري خدت جنيه من اي حد. ولو حد بيدفع يطلع يقول انا بدفع لسمر نديم ويوريني. انا عمري ما خدت من حد جنيه في اي حاجه انا بعملها خالص. كله يقول لك ايوه ما كلها دعايه، ما كلها اعلان. الناس مش مقتنعه ان في حاجه اسمها الوجه الله دي خالص، يعني هم عشان هم بيحبوا الفلوس، والناس دي فعلا كل حاجه عايشه حياتها بالفلوس، وهم اللي بيقبضوا وهم اللي بياخدوا، فاكريني ان انا زيهم. انا لما رحت لام مكه دلوقتي، فانا رحت لها عشان انا فعلا لقيت الست دي حاجتها نظيفه جدا، وانا اللي كلمتها وقلت لها انا عايزه اكل عندك فسيخ، لان انا اصلا من عشاق الفسيخ. لان هي لما جابت فسيخ معاها في الدار كله كانت جايبه معاها كتير جدا 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 فوق ما تتخيلوا. حقيقي انا ما شفتش فسيخ زي الفسيخ بتاعها، وانا عمري ما هقبل ان انا ادخل حاجه وحشه لاهل الدار او ان انا اكل حاجه وحشه من حد. ده انا اكلت فسيختين وانا عندها دلوقتي، ده انا هنزل لكم الفيديو هتشوفوه عامل ازاي. حرفيا الفسيخ بجد حكايه، وانا رحت قعدت معاها لوجه الله، وانا يعني بعتبرها اخت ليا، لان هي رحبت بيا في مكانها واكلتني من خيرات ربنا كلها، وفسيخ وسردين ومرنجة، وحطت لي كل حاجه. يعني انا عارفه طبعا كل الفسيخ بكام النهارده، تمام؟ فهي قدرتني، فمش معقوله اقول لها عشان انا جايه اصور عندك فاديني فلوس، يعني عيب قوي ان انا اعمل حاجه زي دي. وهي برضو كمان يعني ربنا يبارك لها جابت حاجات كتير للدار وهي جايه، وبعتت معايا كمان دلوقتي برضو وانا رايحه للدار فسيخ ورنجه. ربنا يبارك لها يا رب ويجازيها كل خير. اما بالنسبه للناس اللي بتشكك فيها، والله يا جماعه انتوا روحوا بنفسكم دوقوا الحاجه عامله ازاي، وشوفوا بنفسكم الحاجه وحشه ولا حلوه. ما انا في ناس كتير بتقول عليا ان انا بتاعت شو، وان انا وحشه، وان انا كدابه، وان انا بعمل، وان انا بسوي، وان فيا كل العبر. هل اللي هم بيقولوا ده حقيقي؟ لا، دي مجرد ناس بتحب تأذي البشر وهم عايشين كده، يلاقوا حد ناجح يدخلوا يأذوه ويشوهوا سمعته ويشوهوا صورته. انا كمان نفس الكلام، يشوهوا سمعتي ويشوهوا صورتي. زي برضو موضوع فاطمه الشيمي. طب ما اختها النهارده جايه ومداني ورقها وبتاع المعاش، وعماله تقول لي روحي معاها واسحبي السنين اللي فاتت واعملي وسوداء. انا مش هسحب حاجه، انا ماليش دعوه بالكلام ده. فاطمه الشيمي قالت لي والنبي تعالي معايا التأبينات ونروح نجيب الفلوس من هناك. قلت لها انا مش هاجي معاكي مشوار زي ده، حد من اهلك هو اللي يروح معاكي، انا مش هروح معاكي، تمام؟ الناس بقى اللي بتكتب لي ما انت عايشه بالاعلانات والدعايه، انا بروح كل المشوار ده لوجه الله. الناس بيقولوا لي ايه يعني انت عايزه تقنعينا ان انت عندك وقت تروحي؟ انا بيبقى عندي وقت، انا عندي وقت كبير للخير. انتوا فاكرين ايه؟ انا وقتي كله للعمل الخيري اصلا. انا وزهدت حياتي وعمري وشبابي كله للعمل الخيري، بدليل ان انا عامله دار زهره مصر مجانيه ولوجه الله، ولا هي ربحيه ولا هي مؤسسه ربحيه ولا كل الكلام ده، تمام؟ ولا انا مثلا الناس بتبعت لي على حسابي الخاص، ده انا بحط من جيبي يعني. ولا حد بيجي يقول لك مثلا تعالى اما اتبرع لك على حسابك الخاص، ولا تعالى اتبرع لك على ويستر يونيون، ولا الكلام ده، ولا انا بقبل الكلام ده نهائي. انت عايز تتبرع يا جماعه، اللي عايز يتبرع بيتبرع على حساب مؤسسه سمر نديم، ده خير دليل عندي، ما عنديش اكتر من كده. لا، انا لازم اشرح كل حاجه واقول كل حاجه بما يرضي الله، تمام؟ انا كل حاجه بعملها مجانيه، حتى الناس اللي بتجيلي الدار تصور معايا عمري ما قلت لحد اديني جنيه. انت عايز تتبرع اتبرع، عايز ان انت تجيب حاجه للدار جيبها. ما بقى انا على فكره من النوع اللي بتكسف جدا، يعني مش من النوع
ان اقول لحد لا انت عايزني اجي اصور عندك في المطعم بتاعك هتدفع لي كام. ما عنديش النقطه دي خالص. مطعم السلطان زهير عملت له دعايه واعلان عشان هو راجل بصراحه بيطعم سيدات القصر، فانا اللي بيطعم سيدات القصر كانه بيطعمني بالظبط، اللي بياكلهم كانه بياكلني، اللي بيفرحهم كانه بيفرحني، اللي بيجيب لهم حاجه كانه بيجيب لي انا. فانا لازم كنت اقدره واروح اعمل عنده فيديو وادعمه، لانه راجل محترم وبيبعت لهم احلى اكل، كتر الف خيره. بالنسبه برضو للمطعم السوري اللي هو مأكولات الشام، الراجل قال لي انا نفسي قوي تجيلي المطعم انت وسيدات القصر، وانا فرحان بيكوا بالعمل اللي انت بتقومي بيه. قلت له والله صعب عليا ان انا اجيب الناس دي واجي لك المطعم، لانه بعيد في فيصل، والناس دي اكترتهم معلش في منهم بيلبس بامبرز وفي منهم رجليها مبتوره واللي كفيفه، فهيكون صعب علينا نطلع بيهم السلم ازاي. فقال لي خلاص يا ست الكل احنا اللي هنجيلك لحد عندك. بالفعل الراجل السوري ربنا يبارك له في مطعم السوري اللي هو بتاع فيصل ما تاخرش وجه جاب لنا الاكل لحد عندنا، وقال لي انا نفسي قوي انك تيجي مره تصوري عندي في المطعم. قلت له ده انا تحت ده انا تحت امرك، اللي انت عايزه يا باشا اجيلك، ايه المشكله؟ قال لي بجد هتيجي؟ قلت له والله هاجي. قعدت اسبوع بعديها، فكرت الاسبوع اللي فات ده، قلت له خلاص هاجي. هو انا لما باخد معايا مصور مش ده برضو بيقبض وباخد فلوس؟ بنروح ما بناخدش حاجه. مش العربيه اللي انا بروح بيها دي بتبقى بنزين؟ اللبس اللي انا بلبسه ده مش فلوس؟ البنزين اللي انا بروح بيه رايح جاي، وان انا بجيب معايا موظف يصور ويمنتج، مش دي كلها فلوس انا اللي بدفعها ولا حد بيجي يدفعها لي؟ انا اللي بنتج كل الكلام ده يا جماعه، انا اللي بدفع فلوسه. محدش بيجي يديني حاجه، تمام؟ محدش بيجي يقول لي تعالي اعملي اعلان عندي خدي. بس نفسي يجي اليوم ده عشان النهارده الدعم اللي يجي لي اقدر اساعد بيه الناس، لان انا بحط من جيبي كتير في المؤسسه وفي الدار، لان الدعم عندي قليل جدا، وفي ناس كتير بتوقف ورقي وحاجتي والدنيا معايا واقعه جدا. فانا بحط تبرعات باسمي في حساب المؤسسه، او بايصالات عينيه بايصالات ماديه في الدار في المؤسسه نفسها، عشان عايزه اعمل حاجه كويسه. لكن انا والله لو معايا فلوس كتير انا هنزل ادعم كل الناس وكل الدنيا كلها من غير اي حاجه. ونفسي كمان ان شاء الله يعني الفتره الجايه انا هسلط الضوء جدا جدا على الناس اللي نفسهم يبقوا مشاهير، والناس اللي هم عندهم محتوى محترم، هدعمهم لوجه الله. ايه المشكله؟ زي ما دعمت عم البوب، فاكرين الراجل اللي في مصر الجديده اللي رحنا جبنا له المكرونه ودعمناه، والشباب اللي كانوا فاتحين عربيات في شارع مصر والسودان. ما باخدش من حد حاجه يا جماعه خالص نهائي، اقسم بالله انا ما باخدش من حد جنيه، ولو حد بيجي يديني حاجه يقول ان هو بيديني. انا رحت لام مكه انا بمزاجي، ده اللي مزاجي اللي جابني وهفيني الشوق ان انا اروح لها. خلصنا عند مطعم الجحش برضو اللي هي بتاع اللي رحنا خدنا من عند جليله فلوس بتاعتها، يا جليله الست اللي هي في مطعم الجحش دي رحنا خدنا منها الفلوس بتاعت جليله، وقلت لها يا جليله بتقول لي انا نفسي برضو اكل سردين ومش عارفه ايه رايك نروح عند ام مكه؟ قالت لي ماشي يلا. والله كان عندي المفروض ان انا اروح اخلص حاجات، وبديت ان انا اروح عند ام مكه لان انا كمان بحبها وحابه اظهر محتواها وحابه اتكلم عنها، لان انا ما شفتش منها حاجه وحشه. انا شفت المحل بتاعها نظيف جدا، انا نفسي كلت، انا كلت كتير، يعني انتوا هتشوفوا الفيديو بنفسكم عامل ازاي، كلت بنفسي كمان، اللي هو ما كلتش وخلاص. انت بتدفعي لله والوطن، اكيد بتستفادي الاعلانات دي بفلوس كتير. اقسم بالله انا ما بعملش اعلانات بفلوس خالص والله العظيم، وربنا شاهد على كلامي، ان الله على ما اقوله شهيد. انا مش هحلف بالله كدب عشان ارضي بني ادم، اللي يصدق يصدق، اللي ما يصدق عنه ما صدق. انا مش هحلف بالله اللي بتعزله 7 سماوات عشان بني ادم او بني ادمه قدامي. انا ما بخافش من حد غير من اللي خلقني. انا لو باخد اقول لكم انا باخد، انتوا لكم مال، انتوا لا انتوا مالكم، ونفرض ان انا باخد، انتوا مالكم. لو انا مثلا باخد بيجي لي اعلان باخد فلوس، انتوا مالكم. انا واحده مشهوره وهعمل اعلانات، انتوا ايه اللي مزعلكم يعني؟ كل الناس عايشه بالاعلانات، كل البلوجر عايشين بالاعلانات وعايشين لنفسهم مش لحد. يعني انا يوم ما اعمل فيديوهات باعلانات الفلوس بتاعتها مش هتبقى ليا كمان، ده هتبقى للناس الغلابه، هتبقى للناس الطيبين. انتوا اصلا لسه ما تعرفوش ان ممكن في انسان فعلا يوهب حياته وعمره وشبابه للخير، لان مفيش فعلا اللي احنا الكلام ده مش حقيقي، نادر لما بنلاقيه. انا مش عايز اشكر في نفسي واقول لا ده انا مفيش مني، انا عبد فقير الله وانا على اي حاجه، بس كل حاجه هتظهر مع الايام، تمام؟ كل حاجه فعلا هتظهر مع الايام، كل حاجه هتظهر مع الايام.
انا بعمل لله، ولا انا عندي املاك، ولا انا عندي فلوس في البنوك، ولا انا بقى عندي ايه بالظبط، ولا ما عنديش اي حاجه. كل الحاجات دي ربنا ولا ايه مطلع عليها، ربنا هو اللي مطلع عليها. هي الناس كده عايزينك انت تاكلهم تفاح بس انت ما تاكلش، عايزينك تعمل كل حاجه وما تاكلش، وبرضه يشتموك ويهونوك ويقول لك ده انت بتاكل وبتعمل وبتسوي وبتسوي. انتوا عايزيني اتحرم من كل حاجه، انتوا مش عايزيني اعيش اصلا، انتوا مش عايزيني ابقى عايشه اصلا، انتوا مش عايزيني اتنفس، انتوا مش عايزيني ابقى بني ادمه، ولا اعمل اي حاجه، ولا اصور، ولا اعمل خير، ولا حتى اتكلم عن الناس المحتاجين، ولا اتكلم عن مثلا محتوى هادف، ولا اتكلم على ناس نفسها تبقى بتقدم محتوى ان هي تتشاف. انتوا مش عايزين اي حاجه، انتوا اهم حاجه عندكم ان سمر تبقى مش موجوده، دي اهم حاجه عندكم في الحياه. لكن ما بتبصوش بقى للناس الغلابه والناس التعبانين والناس اللي نايمه في الشوارع اللي انتوا في يوم من الايام ممكن تبقوا مكانهم. ما بتبصوش للكلام ده كله، انتوا كل اللي همكم سمر بتاخد. ايه ده سمر بيجي لها تبرع؟ سمر وانا بيجي لي ايه يا جماعه؟ هو ده حسابي؟ ده حساب مؤسسه تبع الدوله بيجي عليه رقابه من الشؤون ومن المديريه ومن التضامن، هو ده حسابي؟ انتوا ناس غريبه جدا، اقسم بالله. ده انا بشوف ناس قاعده على التيك توك ما بتعملش حاجه غير ان هم ليل نهار بيلموا تبرعات، ولا هم مؤسسات ولا هم جمعيات. فين الرقابه عليهم اصلا؟ الناس اللي بتعمل جروبات على الفيسبوك والتيك توك كل المنصات ما بيعملوش حاجه غير ان هم يلموا فلوس، وتقول لها بصي ده انا بطبخ مش عارفه ايه، وهاتي لي بوتاجاز فين، واعملي لي. احنا مؤسسه يا جماعه، احنا مؤسسه، فوق نفسكم شويه. اللي بيعمل خير ما بيعملوش لسمر نديم، انت بتعمله للمؤسسه وبتعمله للناس الغلابه، انت ما بتجيش تديني انا. ده حتى الناس اللي بتتبرع معانا ما بيقدروش يتكلموا معانا بالطريقه دي. يعني في ناس كده قاعده هنا ولا بتتبرع معانا، ولا هم عارفين سمر نديم، ولا يعني سايبيننا في حالنا قاعدين بس يتمقلسوا علينا من ورا الشاشه. لو انتوا والله شايفين ان انا بعمل حاجه وحشه انزلوا انتوا انقذوا الناس من الشارع ووفروا لهم انتوا حياه كريمه ووروني شطارتكم. لو شايفين كده تمام، لو شايفين ان انا بعمل شو سيبوني للشو بتاعي، خليكم انتوا في الشو بتاعكم، مالكوش دعوه بالشو بتاعي. انا يا ستي انا بتاعت شو، بقلع لكم مالت مثلا في الشو، ولا اقلع لكم الحجاب واقول لكم بصوا لون شعري ايه، ولا تعالوا شوفوا رموشي ايه؟ فين الشو ده يا جماعه اللي انتوا بتتكلموا عنه؟ فينه؟ انتوا محتاجين فعلا تشوفوا الشو الحقيقي، تشوفوه على حق. والناس قاعده على التيك توك بترسم حواجبها وعينيها، واللي لابسه واللي قلعه واللي بترقص واللي بتغني واللي بيعملوا مسخره، انتوا تشوفوا الكلام ده؟ اكيد انتوا عارفينه كويس، وعارفين المحترم مش من المحترم، وعارفين بتاع الشو مش من بتاع الشو، انتوا عارفين الكلام ده كويس قوي. انا اتحملت كتير جدا ومع ذلك عند الثبات والحمد لله متمسكه جدا بديني، ومتمسكه جدا بحجابي، ومتمسكه جدا بافعالي الطيبه، ومتمسكه جدا باخلاقي. لكن انتوا فين اخلاقكم؟ يعني مثلا ايه، لما كنت منزله فيديو من كام يوم من لما نعمه كانت بترقص، وقلت انا ما كنتش متخيله ان نعمه تتغير وترقص وتغني وتعمل، لقيت كومنتات غريبه جدا، هو انت ايه ما عندكيش دم؟ ده انت عديمه الاخلاق، ده انت عديمه الدم، ده غزه بتحصل فيها كذا كذا وانت مش عارفه ايه. طب وانت بقى وانت كده وانت عندك اخلاق وانت بتشتمني؟ يعني انت زعلانه عشان غزه فداخل تشتمني انا عشان انا مصوره فيديو لنعمه مثلا بترقص او بتغني، او انا برقص او انا بغني؟ هو دون اللي شغلك؟ فين اخلاقك انت وانت داخل تشتمني؟ يعني انتوا فعلا عندكم نقره ونقره، يعني انتوا بجد مش طبيعيين. الناس ما عندهاش مخ نهائي ولا مستوعبين هما بيعملوا ايه. يعني ايه واحده تدخل تشتمني وتقول لي ده عيب، ده انت مش عارفه كذا؟ طب يعني هو انت كده كويسه وانت بتشتميني؟ غريبه جدا بصراحه. يعني لما واحده جايه تقول لي اتقي الله ده انت كذا وكذا وكذا وكذا، انت ازاي تخليهم يغنوا ويرقصوا؟ هما بيحبوا الغنى والرقص، وانا اقول لهم قال الله وقال الرسول هياكم الدار. انا مش الشيخه سمر على فكره، ولا قلت لكم انا القديسه سمر نديم. انا شخص عادي زيكم، بحب الغنى، بحب اهيص، بحب اغني، بحب استمتع مع سيدات القصر، نغني ونهيص ونرقص عادي جدا وباحترام. يعني عادي، يعني مفيش اي حاجه فيها قله ادب ولا مخله بالاداب. احنا بنشوف في دور الرعايه اللي بفلوس الناس بتعمل حفلات وبتغني وبترقص عادي، يعني مش عيب. دي مرحله من مراحل العلاج النفسي، ده لو انتوا بتفهموا قاريين اصلا عن علم النفس. انتوا محتاجين تقروا كتير وتتعلموا كتير. ده انا الناس بتجيلي من بره مصر عشان مش عارفين يتبرعوا لي على حساب المؤسسه، مش عارفين. الناس بتيجي من بره مصر عشان تتبرع. ليه؟ لان ما عندناش حاجه يتبرعوا عليها، ما بحط لهمش حسابي الخاص يتبرعوا عليه، كنت اوفر لهم كتير بدل ما يجوا المجايه دي.
لكن انا وريتكم كذا مره نموذج زي ده، الست اللي جت من الاردن، والست اللي جت من البحرين، والست اللي جايه من السعوديه، والست اللي جايه من الكويت. وريتكم كذا مره نماذج من الكلام ده. الناس بتيجي تتبرع بايصالات رسميه في الدار علشان مش عارفه هيبعتوا ازاي. وعايزه اقول حاجه مهمه جدا، يعني في ناس يقعدوا يكتبوا كومنتات ايه؟ سمر نديمي اكيد وراها سر بكره ربنا يفضحها. اكيد طبعا ما فيش سر غير وراكم انتوا اللي وراكم الاسرار كلها. وانتوا اللي وراكم سر والغاز كبير، عشان كده مش عايزين نبقى موجوده، عشان انا بحافظ على الستات دي من الانتهاك وحطها في الدار، ومحافظه عليها من امثالكم ومن اشكالكم تنتهكوهم وتغتصبوهم وتاخدوا اعضائهم في الشوارع. انا محافظه على الناس دي. فين انتوا دوركم بقى؟ عايزين تتفتحوا على ايدي، ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله. واوعوا تفتكروا اللي معاه ربنا هيقع او يحصل له حاجه، لا ده عادي جدا. والله يا جماعه انا صعب عليا انزل انقذ اي حالات الفتره دي خالص، عشان كده كده وزاره التضامن معترضه ان انا فاتحه الدور. مش وزاره التضامن، لا اللي تحت، لان الوزيره لسه ما تعرفش الاخبار. الوزيره اصلا ما تعرفش حاجه عن اللي بيحصل فيا، تمام؟ ده اللي تحت هم اللي بيعملوا فيا الكلام ده. والله يا جماعه خلاص، انا واحده بيقفلوا البيبان كلها في وشي، هنزل اجباري يعني اجيب حالات؟ خلاص خلي الناس قاعده في الشوارع، خليهم مونسينهم، هم عايزين كده، هم عايزين مصر مليانه مشردين. في ناس في الجهات المختصه نفسها قاعده تحت عايزين مصر فيها مشردين، خليهم قاعدينهم مونسينهم. انا معايا سيدات القصر دول هخلي بالي منهم وارعاهم، اهاليهم جم يسلموهم ما بقوش اديني قاعده، عايزين يجوا ياخدوهم ويقفلوا الدار اهلا وسهلا، مش هقول لهم لا، تيجوا تشرفوا وتنوروا، ما عنديش مشكله. وانا هعمل حاجه بالعافيه يعني؟ هعمل خير بالعافيه؟ ما خلاص انا عملت اللي عليا قدام ربنا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس هتحكموني بقى انا عملت اعلان ببلاش ولا بفلوس؟ لا، ما انا اعمل اللي انا عايزاه، انا حره. ده ما بعملش حاجه فيها محرمات ولا حاجه مخله بالاداب، ما تتكلم معايا خالص، ولا تلزموني اصلا وجودكم للناس اللي بتقل اداب علينا. وانا بقولها بقى على صوت، والاخر مره قبل ما اقفل اللايف، انا بعمل اي اعلان لوجه الله، ده عمل للناس فقط، ما باخدش من حد جنيه. ودايما الناس بتقول كده، يبقى بعد اذنكم اي حد هيكلمني او انا اروح لحد، يبقى انا بعد كده ابقى اطلب بقى فلوس، ابقى اطلب فلوس. انا رايحه الدار بعد لما خلصنا جليله، رايحه اوصلها الدار عشان اروح انا كمان بيتي اللي بدخله الساعه 1 و2، وانتوا قاعدين على النت بتكتبوا وتشتموا وتنوا فينا 24 ساعه اعلانات. يلا انا قلت اللي عندي، وزي ما قلت برضو في اول الفيديو، الله على ما اقول شهيد، وحسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يقول عليا كلام مش فيا. وطبعا اقول لكم في عون ام مكه بصراحه، ربنا يصبرها يعني لو في حد بيهينها هي كمان او بيأذيها، لان بجد صعب يكون انسان ماشي كويس وبيعمل حاجه كويسه والناس برضو بتقعد تهزق فيه وتهين فيه وتقول له انت وحش وانت اكلك فيه كذا وانت كذا وكذا. اتقوا الله ودعوا الخلق للخالق، سيبوا الناس تعيش حياتها. دي ست وعندها بيت وعندها اولاد بتربيهم، بتشتغل بالحلال، بتعمل حاجه حلال، بدل ما نقف جنبها وندعمها بنوقفها. اتقوا الله، راحمون يرحمهم الله. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم يجي على حد كويس، حسبي الله ونعم الوكيل.